أكد رئيس نادي المريخ السوداني أيمن أبو جيبين في مقابلة حصرية مع بين سبورت أنه لم يتلقى حتى الآن خطابا رسميا من مجلس إدارة نادي الهلال يفيد برفضهم لعب نادي المريخ مبارياته بدوري مجموعة دوري أبطال إفريقيا على استاد الجوهرة الزرقاء. بدأنا نحن اتصالنا مع النادي الهلال هو كان حفاظا على سمعة الكرة السودانية بأكملها، ويعيب علينا كسودانيين أن نتحدث عن أن السودان لا يوجد استاد يستضيف مباريات نادي المريخ. نادي المريخ بيمر بظروف استثنائية في استاده، إن شاء الله قادرين على أنه نعود للخدمة. توصلنا إلى اتفاق مكتوب مع الإخوة في مجلس إدارة نادي الهلال وحدثناهم بروح وطنية في المقام الأول بعيدا عن التنافس والعصبية. أعتقد أننا هيأنا مناخ ممتاز في الإعلام للناديين سواء كان في الهلال أو في المريخ، وحتى الجماهير استقبلت قرار مجلس إدارة نادي الهلال بترحاب. وهذه التداعيات التي تتحدث عنها حتى الآن لم يصلنا خطاب رسمي من مجلس إدارة نادي الهلال في هذا الشأن. ما زلنا لدينا الرغبة أن نلعب في استاد الهلال، وأعطينا خطاب بالموافقة. أبلغنا الاتحاد العام لكرة القدم وحتى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بأن الاستاد هو استاد الهلال ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهاية برنامج الكرة العربية.